وهنا أصدقائي مريم من الكويت، الرحالة الكويتية قدمت إلى الصومال لتتعرف عليها وتطبق رسالتها السفر مستقلة شخصية. طبعا عبد الله هو المرشد السياحي وعبد السلام مرافقنا الأمني. أهلا فيك، أهلا بأهل الصومال. المنطقة هذه حلوة. ايش اسم المنطقة؟ حمرويني. حمرويني ماني كتبتها صح. ايه حمرويني. حبيت محلاتها، حبيت المشي فيها، حبيت المباني القديمة اللي فيها، يعني خصوصا الفرجان الطيجة حلوة. حبيت احنا نقول درايش، انت شو تقولوا؟ هي نفس الشيء درايش. هي الدرايش، المباني القديمة، حتى الأطفال اللي يلعبون، طريقة اللعب عندهم جميلة. الحين أنا بس قاعدة أطالع الناس وهي تمشي، أشوف يعني طريقة الحياة اليومية في مشيتهم، في طريقة كلامهم مع بعض. يعني النساء مختلفات، الرجال يعني ما قاعدة أشوف في أي تشابه بين يعني الأشخاص اللي قاعدة تمر، فشيء حلو إنه في اختلاف. بس الحلو إن الكل يضحك. هذا اللي عاجبني. كل أسلمي تعرفش معناتها؟ لا. يعني كملي. لا يبيلي، لا شوي أنت مترجم يعني صح. طيب إيش كلمات صومالية تعلمتيها؟ طبعا هذا أول يوم لها. نسيت، ما كنت أنا لما أكتبها أتذكرها، مشكلة ما أكتبها. مبيلة. مش أنا بعرف العصير شو اسمه؟ سباندس. هذا شوف السباندس عجبها. عجيب غريب، ما تدري أو هو ليمون، ما تدري هو مانجا أو برتقال، يعني نكهات مختلفة. بس أنصح اللي يزور الصومال يجربوا العصير هذا، عجيب. طيب مكملين رحلتنا مع مريم إن شاء الله، باقي التفاصيل حتشوفوها بإذن الله. عمار سوي زي كذا. أوريكم مريم إيش قاعد تصور، تعالوا معايا. شنو اسمها هذه في الصومال؟ هاي مقعد كم مقعد؟ كم هذيك عرفتها مركز اسماعيل وما واحد يقول لنا ايش اسمها؟ يا مقعد ما عملها؟ انا مرة واحد قدم اوكي. تقول انه هي سابوا لها طاولة عشان تبيع، بس مو ما تعرف الاسماء. ايه لان هذا احنا نستخدمه. ايوه هو ايه المغرب. بس يا مغربي. بس هذا صومالي. الله دحين من الصومال انت ولا هو؟ ارسل على بر. ايه دوي خلاص، علقت عليك ان انت تيجي. شو سمى محمد. شوفوا هي سمت ايش سميتي عبد الله؟ عبد الله دي جي ايتونز. هو كان ماسك الاغاني سيارة اسمها محمد. قال له محمد انزل مع مريم روحوا صوروا. قال يا اخي كثر المسميات اليوم. هلا
حتى لما سوالي ابو مالك بالكتاب الكاميرا كان يقول لي انا ما احب الكاميرا جيب لي اسم. قلت انا ما احب الكاميرا، عندي مشكله مع الكاميرا، حتى ما احب اسوي مقابلات وايد في التلفزيون. سبت ان انا الكاميرا ما عندي لا عندي رعب منها. يقول لي الحين انت تطبين بالكاميرا تطبين تسوين هذا وتسوين هذا. الكاميرا واحد الخوف عنده، كل واحد له خوف، عرفت؟ بس عارفة أنا عجبتني أكثر نقطة لما قلتي إنه المخاوف هي موجودة، بس أنا تعلمت كيف أتجاوزها. يعني انت خليك حاجه بسيطه، اذا كانت كبيره انت هي تتراجعين بس بالضبط. خليها تصغر قدامك وعديها. والله. عادي يعني الخوف انا تدري فيني انا قاعده الخوف في خوف اوكي. انطباعي عن الصومال في البداية كان يعني الكل كان معطيني رهبة وخوف يعني إنه ما راح أقدر أشوف شيء أو أعرف شيء أو أتعلم شيء. بالعكس المجموعة اللي معاي بالعكس ما قصروا، وروني وايد أشياء. قدرت أطلع، قدرت أشوف، أخالط الناس، خالطت ناس مختلفة سواء من الصومال أو من الصومال بس كانوا عايشين مثلا برا. فشفت اختلاف بالتفكير، شفت اختلاف في تقبل ما هو جديد وما هو مختلف. فبالعكس هذا كان يعني شيء حلو. من الأشياء اللي هم عجبتني أنا في الصومال المقاهي والمطاعم، الشواطئ البحرية. لما رحنا شاطئ الجزيرة كان متعة صراحة، يعني أخذنا المركب ومشينا يعني على الساحل نفسه. فرحة الناس في البحر، يعني الناس، هو طبعا البحر شيء مريح أكيد، هاي ما فيها روح وتعال، بس طريقة الناس يعني شلون أقولها هذه، يعني شلون أحطها عشان الفيديو. فرحة الناس، يعني فرحة الناس في السباحة وفي الأنشطة اللي قاعد يسوونها في الشواطئ كانت ممتعة. طبعا رحت هم على شاطئ ليدو، هذا كان شاطئ مليء بالطاقة الإيجابية، مليء بالفرحة، بالابتسامات، بالضحك، باللعب، وخصوصا الأطفال اللي كأنهم بين الموج تحدي. فحبيت يعني، ظليت قاعدة أطالعهم شلون ينطرون الموجة توصل لهم، وشلون هم يا إما يعني يوخرون عنها أو إنه يحاولون إنه يعبرونها. فكانت هذه من الأشياء الصراحة الممتعة اللي اسمه. طبعا اللي خلى شاطئ ليدو شيء جميل اللي هو عصير الإسبانديس. أنا وايد حبيت عصير الإسبانديس، جربته مع الأكل الصومالي بس غريب، يعني عصير الإسبانديس مرة يعني ليمون، مرة برتقال، مرة مانجا، مرة أكثر من طعم في العصير هذا، ومخليه غريب، يعني كأنه يعني أنا في البداية أول ما جربته عبالي إنه هو عصير مركب نفس البيمتو والتانج والأشياء هذه، بس بعدين قالوا لي لا هي نبتة وروني إياها. فأنا يعني حتى أي شخص الحين قاعد أقول اللي بيروح الصومال لازم يجرب العصير الإسبانديس، لأنه كان من الأشياء الغريبة. وأنا بالنسبة لي هذا شيء يميز الأكل يعني أنا بالنسبة لي ميز لي، يعني ما أقول الصومال أقول لهم سبانديس، يعني أنا من هاي الأشياء اللي أنا عجبتني وايد، فأنصح فيها. من الأشياء الثانية اللي أنا حبيتها وقاعدة أحاول أن أعرضها كصور، الرسومات المحلات. أنا وايد أحب الرسومات اللي تكون على الحائط أو الرسومات اللي تكون على المحلات، على المدارس. فحبيت الرسومات اللي على المحلات، على العيادات، على المدارس، حتى على المحلات اللي مصنوعة من اللي احنا نسميه الجينكو أو الكيربي أو الحديد أو الألمنيوم، ما أدري شنو يعني نوعية الماتيريال، بس الرسومات حلوة، رسومات معبرة، قاعدة توصل حق فئات مختلفة. فالأشخاص يعني حتى وإن كانت رسومات بشكل بسيط بس هي وصلت يعني للأشخاص المعنية. المطاعم أنا قلت أول شيء عنها، بس المطاعم جربتها باختلاف، جربت المطاعم الشعبية وجربت المطاعم ذات الطابع الحديث. جربت الأكل الشعبي وجربت البرجر والبطاط والكوب وهذا.
الاثنين كان طعمهم يعني ممتاز، بالعكس طبعا أنا أفضل الشعبي على البرجر، بس إنه الواحد يجرب هم يشوف طعم المأكولات الغربية بتجهيز الناس نفسها، وهم نفس الشيء طعم الأكل الشعبي. رسالة أخيرة طبعا، أنا شفت التغيير، يعني لاحظت إن في تغيير في بعض الأماكن مع إنها هي أول زيارة لي، بس في أشياء الواحد يدري إن هي يعني أتت يعني في أشياء أتت من تغيير، ما أتت بس من شو اسمه. فأنا رسالتي إن أوكي، الرسالة أولا تقبل التغيير. التغيير هذا شيء جزء من حياتنا لابد منه، فكل ما تقبلنا كل ما صار التغيير بشكل إيجابي وبشكل ممتاز، وقدرنا إحنا نطور من نفسنا. هذا واحد. الشغلة الثانية، استمروا بالعطاء لنفسكم، للشعب، للجيل الصغير اللي الحين هو قاعد يكبر. كل ما عطيتوا كل ما هم قدروا إنه ياخذون ويتعلمون وينتجون أكثر. فأتمنى لكم كل التوفيق في التغيير، في الإنجاز، في التعليم، في كل شيء، للجميع، للنساء والرجال. أنا ما أفرق ما بين الرجل والمرأة، ما يفرقنا هو القدرة والحب التغيير. فأتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى أن الصور اللي أعرضها على الصومال تكون صور معبرة، تكون صور جميلة، وشكرا. نبدأ. أنا كويتي، أنا قول وفعل، معزوم قوية، أنا كويتي، أنا يطردون. ليه بيطردون؟ خذ راحتك. فكذا كانوا يجيبوها في بيت عايد زي الكويتية المكان في المول، فجأة يتجمعوا ويقعدوا يرقصوا. 2011 كنت أشوفها. إيه 2011. أنا كويتي، أنا إيه. صح نتصل هناك. أقول كلمة بالصومالي ما هتسري أي حاجة. سبانديس. لا قلتيها بالصح، قلتيها حتى باللكنة فيها سبانديس. توصلي بالسلامة يا مريم، إن شاء الله نشوف تخطيطك للصومال إن شاء الله يا رب. بيننا إن شاء الله اتصالات، إن شاء الله تجينا زيارة يا رب. بإذن الله. بيس.